اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. شفتوا حتة اللحمة اللي زي العسل اللي كانت في اول الفيديو ده؟ طب تصدقوا ان اللحمة دي الكيلو منها ب50 جنيه؟ وتصدقوا اكتر ان لو تدوقوا طعمها مش هتفرقوها عن اي قطعية في في قطعية اللحمة اللي احنا متعودين نجيبها ب200 جنيه و180 جنيه. هنعمل النهاردة مع بعض طاجن لحمة راس في منتهى الجمال. اتحداكي لو عملت الطريقة دي ان حد يقدر يميز ما بين طعم لحمة الراس واللحمة العادية اللي احنا بنجيبها. بس اهم حاجة نمشي على الخطوات مظبوط. اول حاجة هنا عندي، انا ما بجيب لحمة الراس، انا في الغالب ما بغسلش اللحمه، بس انا بحب اديها شطفه واسيبها في المصفى تتصفى خالص. وبعد كده هنجيب حله فيها ميه بتغلي مفيش فيها اي اضافات، وهنزل باللحمه كلها في الميه، حوارب الغطا لانها بتفور. واول ما تغلي هتطلع زي ما انتم شايفين كده ريم، انا هستبعده خالص من الميه كله، مش هسيب اي حاجه، وهاخد الريم كده بالميه اللي تحتيه. انا مش هستخدم الميه ديت فما يجراش حاجه لما تنقص ولا اي حاجه. انا هلم الريم بتاعي كده كله في البوله زي ما انتم شايفين، وهغطي عليها وهسيبها تاخد غلوه كمان. بعد الغلوه التانية هكشف الغطا وهلاقي طلعت ريم بس كميه اقل. ببدأ بعد كده اللي انا اطفي عليها وبرفع اللحمة دي من المية، او بدلق الحلة على مصفى في الحوض، وهشطف اللحمة دي بمية من الحنفية تاني، وهسيبها لحد ما تتصفى خالص. شايفين حتة اللحمة عاملة ازاي؟ والله احلى من اللحمة الموزة ذات نفسها. المهم المية اللي اتغلت الأولانية دي احنا مش هنستخدمها خالص. وبعد كده شطفت اللحمة وصفتها وجبت مية نضيفة فيها ورق لوري وحبهان ومستكة وجزر وطماطم وفلفل حصى، كبيبة صيني لو ممكن. وهنزل باللحمة تاني، بس ان انا دلوقتي استخدمت حلة الضغط علشان انجز في الوقت، وممكن تعمليها في الحلة العادية مفيش مشكلة. بعد كده هحط رشة من السكر ورشة من الملح حوالي نص معلقة، وهغطي عليها لحد ما تستوي. اخدت بالظبط حوالي نص ساعة. في الفترة دي انا قطعت بطاطس طرنشات شبه الصينية وقليتها في الزيت نص قلية زي ما انتوا شايفين. وفي مقلاية تانية حطيت معلقتين من الزيت، لما سخنوا حطيت فصين من المستكة لو موجودة. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ده شكل اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت. في المعلقتين الزيت او السمنه هنزل باللحمه بتاعتي وهحط عليها رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح علشان اغير شكل اللحمه المسلوقه. انا هخليها دلوقتي لحمه متشوحه او متحمره في منتهى الجمال زي ما احنا هنشوف مع بعض. على نار عاليه كده هديها تشويحه بسرعه اغير من شكلها ومن ريحه المسلوق اللي فيها. وهخليها لحمه كده متشوحه بمعلقه سمنه بفصين مستكه. وبعد كده هشيلها عشان نكمل باقي الوصفة بتاعتنا. لحد كده الأمور واضحة، والفيديو أو الوصفة مفيش فيها أي تعقيد. حطيت معلقتين من الزيت وهنزل بكمية كبيرة من البصل، يعني كيلو اللحمة ده نزلت عليه بأكتر من نص كيلو من البصل، ممكن 3/4 كيلو من البصل. وبعد كده حطيت رشة من السكر ورشة من الفلفل الأسود. ليه ما حطيتش ملح؟ أنا عايزة البصل بتاعي يتكرمل وما يجيبش ميته. لو كنت حطيت الملح البصل هيجيب ميته، فانا حطيت سكر عشان اخد لون ذهبي حلو. وطبعا رشه من الفلفل الاسود، وضفت قرن فلفل حار سليم وممكن تقطعيه. وحطيت معلقه كبيره من الصويا صوص، وحطيت ورق لوري وحته من القرفه العيدان. شايفين اللون؟ بديله تشويحه كده لحد ما ياخد اللون البني الفاتح زي ما احنا شايفين كده. وخلاص برفعه من على النار. انا مش عايزاه يتكرمل اكتر من كده لان لسه هيدخل الفرن. جبت الصينيه بتاعتي، مش هتفرق طاجن صينيه ألمونيا بايركس زي ما انت حابه. حطيت جزء كده من البصل المتكرمل في ارضيه الصينيه. وبعد كده هرصص عليه البطاطس اللي انا قليتها نص قليه. ما نكونش مقطعينها بطاطس سميكة قوي، انا عايزة السمك بتاعها متوسط علشان يعتبر اللحمة مستوية والبصل مستوي، يا دوب انا عايزاهم يتشمعوا في الفرن فاللحمة تلحق فالبطاطس تلحق تستوي. بعد كده هرصص اللحمة بتاعتي على وش البطاطس كده
اهو. وعايزه اقول لكم ان انتوا بعد كده هتعملوا الطاجن ده مش عشان خاطر طعم اللحمه، هتعملوه عشان خاطر طعم البطاطس اللي انا حطاها تحت اللحمه دي، طعمها في منتهى الجمال. وبعد كده حطيت باقي البصل المتكرمل على وش اللحمه كده زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص. بعد كده هدخلها الفرن يا دوب ربع ساعة بالكتير. بس قبل ما هدخلها الفرن هحط عليها ربع كوباية من الشوربة بتاعة اللحمة اللي انا استخدمتها تاني مرة. احنا اول غلوة دي او اول مية دي احنا ما استخدمناهاش، هنستخدم المية التانية اللي احنا سلقنا فيها اللحمة للاخر. ايه رأيكم بقى؟ دخل الفرن ربع ساعة على درجة حرارة عالية لحد ما اخد كده غلوتين مع بعض، واخد لون بني كده بسيط من فوق، واللون الغامق ده من الصويا صوص. ولو استبعدناه مفيش مشكلة. ده شكل الطاجن بتاعي بعد ما خلص. ايه رأيكم؟ في منتهى الجمال. طاجن زي ده يعني اكيد رز حبة وحبة ما ينفعش ناكله غير بكده. طبعا لو بعيش هيبقى في منتهى الجمال. اخدت كده حتة من اللحمة وكم خرطة كده من البطاطس دايبة، شاربة من طعم اللحمة وطعم البصل في منتهى الجمال. عملنا طاجن لحمة بلدي دايبة، محدش هيفرقه ابدا، ما تكلفش اكتر من 50 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو استفدتوا منه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. مع السلامة.